يا جعفر الصدق السلام عليك من مهج تحبك راضيا مرضيا أنعم. الإمام علي زين العابدين ابن الحسين عندما رأى ابنه الباقر شابا في مقتبل الشباب فأراد له زوجة صالحة صادقة، وقعت عينه على أم فروة. من أم فروة؟ أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. لقد بحث عن بنت الصدق في بيت الصدق فهدي إلى بيت الصديق، فكان رحم أم فروة حفيدة الصديق هو الذي حمل في أحشائه الإمام الصادق عليه رضوان الله. جعفر الصادق رضي الله عنه. يا جعفر الصدق السلام عليك من مهج تحبك راضيا مرضيا أنعم ببيتك صحبة وخلافة ومهاجرا ومصاهرا ووليا. ناديت جدك فازدهى علويا ودعوت خالك فانتخى بكريا وصدقت والصديق جدك في التقى والصدق خير مسلكا ونديا. هو ثاني اثنين تجلى ذكرهم في الآية تتلى بكرة وعشيا. فاد النبي بروحه وبماله وهو المقدم صاحبا وصفيا. يا جعفر الصدق السلام عليك من مهج تحبك راضيا مرضيا أنعم ببيتك صحبة وخلافة ومهاجرا ومصاهرا ووليا. فافخر بجدك حين أورثك الهدى لا غرو أن يلد التقي تقيا وعلوت في أفق الشجاعة والندى. أوليس جدك في العلو علي نسب تفتق رفعة وطهارة كالنور أو مثل السحاب زكية واستجمعت فيك الشمائل والعلا ولبست من حلل الخصال حليا. يا جعفر الصدق السلام عليك من مهج تحبك راضيا مرضيا أنعم ببيتك صحبة وخلافة ومصاهرا ووليا. والله لو قدروك قدرك ما اصطلى فيك الشقاق وقد جبلت وفيا. فيك التقت أحساب أكرم معشر وشغفت بالتقوى فكنت حظيا. وسيلتقي في ساح حبك كل من قد كان بالنسب الشريف حفيا. فعليك من قلبي السلام مجللا تحت التراب وحين تبعث حيا. يا جعفر الصدق السلام عليك من مهج تحبك راضيا مرضيا أنعم ببيتك صحبة وخلافة ومهاجرا ومصاهرا ووليا.